احنا عمالين نشاور على الجرح اللي هو خبطة، اللي هو ان ابويا بيقارني باخويا وانا بلاقي نفسي ان انا اقل، او تعرض لايذاء، موقف انا شعرت فيه بالوحدة الشديدة جدا وشعرت فيه ان انا يتيم، بيحصل فيه حزن شديد جدا ووجع. الحزن ده ممكن اشعر بيه وممكن يدفن جوايا ما كنتش واخد بالي منه. لكن الاهم من ده ان بيحصل حاجة اسمها اتفاق. انا فعلا مش هقدر ابقى كده، او انا فعلا قليل، او انا عمري ما هنجح. اول ما انا بعقد هذا الاتفاق بيترمي جوايا وبيخش لاعماقي السحيقة، وبيبقى هو ده المحرك لكل امور حياتي بعد كده. سواء بقى اذا كنت هشتغل عشان اثبت لكل الناس ان انا استحق، او سواء ان انا هنسحب تماما واروح اشرب وابقى مدمن. هو ده اللي بيقود حياتي. وهنا دي حتة مهمة قوي بتتولد جوايا او بتبقى هي الاساسية المسيطرة عليها، اسمها الذات المزيفة. بس احنا بداية الذات المزيفة اتفاق واعي مع فكرة، موقف الفكرة دي بتتحول بقى لمحرك غير واعي. بالظبط. عشان كده الله يبدأ يتكلم معانا في لوقا 9:24 عن فكرة قوية جدا. بتقول ايه الآية؟ من أراد أن يخلص نفسه يهلكها. في دعوة الله لاكتشاف ذاتي الحقيقية بيبدأ يقول لي اهلك ايه هذه الذات المزيفة وتعامل معها. ده بالظبط اللي عمل ربنا مع موسى. انت عملت حاجة انت ما كنتش جاهز ليها، لكن جاهزيتك عندي. خدوا بقى للجرح الايه المحسوب. وده يمكن التعريف بتاع القيادة اللي انت شاركتنا بيه، انه لغاية لما تبقى محبط كفاية بالظبط للدرجة اللي فيها اتحمل، لغاية لما خلص قال له ايه؟ بقوتك انت مش بقوتي انا. وتبدأ رحلة موسى في شغفه الحقيقي في اخراج الشعب من ايه؟ من ارض مصر. لما بنبقى مجروحين، اقرب حاجة لمعظم الرجالة في بحثهم عن اجابة سؤالهم بتكون المرأة. في ناس ممكن تعمل ده في شكل البورنوغرافي، شكل علاقة خارج الزواج. ولاد كتيرة قوي بيبهدلوا بنات مش لانه عايز يضحك عليها، بس لانه بيحاول انه يقلل شوية الألم اللي جواه بان تكون في واحدة ماشية معاه الطريق، او واحدة سنداء، او واحدة بتقول له كلمة كويسة او بتسأل عليه اخر النهار، بس هو مش هيعمل حاجة اكتر من كده. وفي ناس تانية برضو بتاخد هذا الوجع لزوجاتهم، فببقى مستني الشرعية والفاليديشن من مراتي، وكأن رضاها عني هو اللي هيسكن الوجع. وفي كل مرة هي بتبقى مش بتديني اللي انا عايزه من الرضا او من الفاليديشن. انا ببقى شاعر انه انا محتاج ارضيها اكتر، وبالتالي انسحب اكتر في محاولة ان انا ان انتزع منها الرضا، وبالتالي احاول اسكن الألم. عشان كده تلاقي العالم كله مليان النهاردة بأمور، بالذات لما تيجي للرجالة يقولك سكس سيلز. حط أي حاجة ليها علاقة بالجنس، حط أي حاجة ليها علاقة بالجمال، حط صورة حلوة لبنوتة أمورة على أي حاجة أنت عايز تبيعها، الرجالة تجري عليها. ودي حتة ترجع برضو إن حواء كان فيها من جمال الله. علاقة الصداقة اللي كنا بنتكلم عنها، رحلة الرجولة اللي بنتكلم عنها، هي دي الرحلة اللي كان روبن ويليامز كمعالج بيمشيها مع جود ويل هانتنج. فالولد أول ما اتعامل معاه فكر ان هو يتريق عليه، يعني يقول له انت مراتك بقى سابتك وخانتك وضحكت عليك. يعني حاول بالطرق القديمة بتاعته بذاته المزيفة وبذكائه الحاد ان هو يعمل يضحك على روبن ويليامز. روبن ويليامز كان راجل، لانه في الاخر عرفنا ان هما الاتنين كان عندهم نفس الجرح. هما الاتنين كانوا بيتضربوا من اجوازات امهم، فكأن روبن ويليامز كان عارف مشكلة مين الولد ده وكان مهتم بيه. ففي الاول راح قال له انت ما تعرفش حاجة عني، وقال له انت ما ينفعش تمس بحياة اي حد من الناس، وقفوا عند حده. لغاية لما مرة مش عايز احرق الفيلم للناس، العلاقة بينهم حصل بيها تمت فيها الأواصر. وجه في مرة قال له كان بيضربك ازاي؟ قال له كان بيضربني بالحزام. قال له انا بقى كان بيضربني بالسلسلة. فبدأوا يتشاركوا في شكل الألم وكأنهم هما الاتنين كانوا بيعدوا في نفس الحتة، لغاية لما جه بقى الجرح المحسوب وحاصر صديقه جود ويل، وبدأ يقول له بس ده حبيبي مش غلطتك، انت مالكش ذنب في اللي حصل. It's not your fault. All right? It's not your fault. It's not your fault. وبدأ الولد يبكي وبدأ يتواصل مع ذاته الحقيقية نتيجة صديقه المعالج اللي كان مهتم ان هو يمشي مع السكة. اول حاجة بنحتاج ان احنا نخضع، ودي صعبة قوي برضو على الرجالة. ان انا محتاج مرة تاني زي ما قلت في البودكاست اللي قبل كده ان احنا مخلوقين ولسنا
خالقين. أنا محتاج أسلم للقوى الأعظم، محتاج أسلم لله، محتاج أسلم لشخص المسيح، إنه أنت هو وحدك اللي تستطيع أن تأتي لجرحي وتتعامل معي. هذا الخضوع هو أول مفتاح إلى أن أنا أدرك أنه مش بإيدي أن أنا أساعد نفسي. الحاجة التانية، أنا محتاج أحزن، أرجع تاني ونوح على أنه ما كنتش أستاهل أن ده يحصل فيا. أنا لما بعيط على الحاجة معناها أن أنا بأقر بوجودها وبأقر أنها وجعاني ومأثرة فيا. الحاجة الثالثة اللي صعب على ناس كتير قوي ان هم يعملوها، انه بنسمح ان الله يحبنا. ودعوة حب الله لينا بتأتي من شركة الرجال الآخرين. الكلام ده مش بيحصل في قعدة، لكن دي رحلة. عشان كده مهم قوي انه الاقي ناس امشي معاهم السكة وابقى على ذاتي الحقيقية، وهبقى قلقان على فكرة ان هم يعني هيمشوا ويسيبوني او مش هيهتموا بيا او هيقارنوني او هيكونوا مصدر جرح جديد. لكن في دعوة الله انه يأتي ليا بحب مرة تاني وتواصل مع ذاتي الداخلية الحقيقية، يأتي الله ويتكلم ليا برسائل حب حقيقية. الخطوة اللي بعد كده هي انا محتاج اغفر بقى، محتاج اغفر للي اساءوا ليا. ودي حتة صعب قوي، لان مرات كتير قوي الغفران ما بنبقاش عارفين هو دي مشاعر هتروح ولا ده يعني هيحصل ازاي. لكن الحقيقة الغفران هو قرار ان انا اسمح ان الروح الله يتكلم ليا، وان ذاتي الحقيقية تبدأ تاني تظهر، في انتظار ان الله يعطيني اسم. وهذا الاسم يكون منين؟ من مصدر قوتي اللي اتكسر برضه.